تعرف ليه لما بتنام بدري برضه بتصحى تعبان؟ السر في ال3 ساعات قبل النوم. هنا في سكن هنعلمك روتين مسائي هيفرق معاك في الليل والنهار. أول حاجة، الساعة 8 بالليل خلص شغلك خالص، وأي شغل أو ضغوط اكتبها على الورقة وقول بكرة هعملها. ولو عندك مذاكرة خليها قبل الساعة دي، الدماغ محتاجة راحة مش إرهاق. وأكلك خفيفة زي الملوك، جبنة بيضة وخيار وعيش أسمر أو موز بلبن، دول بيدوا هرمونات النوم بطريقة صحية. واقطع السوشيال ميديا خالص، الفيسبوك والتيك توك هم عدوك، بدلهم بكتاب حتى لو رواية رومانسية. تاني حاجة، حمام دافي وريلاكس، مية دافية مش سخنة ومع نقطتين لافندر. ولو مش عايز تستحمى اغسل رجليك بمية دافية، دي إشارة لجسمك إن ميعاد النوم قرب. مع إضاءة خافتة وشاي مهدئ، اطفي النور الأبيض وخلي اللمبة الصفراء. تالت حاجة بقى، تمارين التنفس السريع. نام على ظهرك، خد نفس عميق وعد ل4، وامسكه وعد ل7، وخرجه وعد ل8. كررها 5 مرات، دي بتخلي القلب يهدى زي ما الطفل بينام. الساعة 11 الوقت المثالي للنوم. لو حسيت انك مش تعسان قوم اقرا صفحتين من كتاب ممل، هتنام من غير ما تحس. الفيديو الجاي هنقولك فيه على تمارين الصباح اللي تخليك زي الأسد. ما تنساش اشترك في القناة ودوس على الجرس واكتب في الكومنتات هبدأ من النقطة رقم كذا، وهنشجعك لما تشوف الفرق. وخلينا نقولك سر، اللي بيحترم راحة جسمه بيكافئه بطاقة مش طبيعية.